الاهلي المصري والهلال السوداني لعبوا الماتش الاول في ملعب الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، وانتهى الماتش ب1-0 للهلال السوداني. مبروك. لكن اللي حصل من لعيبه الهلال السوداني ومن الجهاز الطبي ان هم يعتدوا على اللعيبه اثناء الماتش احتكاك مباراه، ده لو لعيبه مع لعيبه. لكن لما يجي دكتور الفريق يرش البنج على محمد عبد المنعم، دي قله ادب. مش نخلص على كده او الموضوع خلص على كده، لا، ده بعد المباراه. وللاسف احنا امبارح كلنا شفنا فيديو غريب جدا 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 بالتعدي على علي لطفي من احد الطاقم الاداري ودكتور الفريق برضه. لا، مش هينفع، مش هينفع يا كابتن خطيب، والله مش هينفع. احنا نادي المبادئ ونادي القيم وكل حاجه، وبنرد بالادب وبالاحترام، بس في ناس كده ما ينفعش معاها الاحترام. في ناس كده لما يعني في العائلات كده لما تلاقي عيل صغير بيتعدى على كبير العيله، يبقى لازم العيل ده يتربى ازاي؟ برضه دي مش بتاعتي. بس مش عارف هنقول ايه. احنا برضه كمصريين طيبين قوي، يعني لما يجي بعثه الهلال السوداني تلعب هنا في مصر مع الاهلي هنستقبلهم باستقبال جميل ولطيف وكيوت وكده. لا، ما ينفعش. الناس دي لازم تتربى. ومش عارف ايه الاحتقان ده سببه الاعلام المصري طبعا، ومنهم رئيس نادي الزمالك اللي طلع يقول لك هو الاهلي ليه بيلعب من غير جمهور؟ انت مالك؟ خليك في فرقتك، انت مالك؟ اصل الاهلي الابن المدلل للاتحاد الافريقي. لا يا حبيبي، مش الابن المدلل للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي منع الماتش من غير جمهور علشان خاطر ان الملعب بتاع الهلال السوداني فيه مشاكل، مش احنا. وبعدين خليك في فرقتك انت، يعني اي حد رئيس نادي الزمالك او اي حد، خليك في فرقتك. يعني اشغل نفسك بالامور الخاصه بتاعتك وبالشأن. وعايز تكسر في الاهلي تحت اي مسمى. نرجع تاني للهلال السوداني. وبعدين انتوا يعني الهلال السوداني ده احنا بنسمع اسمه هو والمريخ مره كل سنه مثلا. اصل هلال ومريخ، انتوا جماعه فوق في الفضاء، انتوا جماعه اصلا دماغكم عاليه قوي، بس ما تعلاش علينا يعني، فاهمين؟ وبعدين انت ايه تاريخك في الحياه يا هلال يا سوداني عشان تقول اصل الناس او الجميع بيحارب الهلال وتاريخه؟ قولي كده تاريخك. ماليش دعوه بتاريخك، ما عندكش تاريخ اصلا. اللي حصل الاهانه والضرب للاعيبه النادي الاهلي، وعلى وجه الخصوص محمد عبد المنعم وبالذات علي لطفي بعد المباراه، لازم له رد قاطع يا كابتن خطيب. ما ينفعش كده يا اداره الاهلي، ما ينفعش. احنا بنشجع الاهلي من قلبنا في الخساره قبل المكسب، لكن لما نيجي نتهان، لا، كبير افريقيا يبقى لا، كبير افريقيا ما يتهانش. كبير افريقيا زي ما بيدوس على وش اي فرقه في الملعب وبيكسر عينها، لو اي فرقه تطاولت عليه بره الملعب يكسر عينها برضه ويدوس عليها. لازم رد. شكوى بقى للاتحاد الافريقي، شكوى للكاف، الاتحاد الافريقي اللي هو الكاف، يعني شكوى للاتحاد الدولي فيفا. يجوا هنا ياخدوا على وشهم. معرفش بقى ازاي، انا مش بعمل اي فتنه ولا اي حاجه، بس معلش، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. والاعلام الرياضي، ما تخفوا على الاهلي شويه، خفوا على الاهلي شويه. الاهلي الوحيد اللي بيشرف مصر، خفوا عليه شويه، بلاش قله ادب. فعلا سبحان الله، الاعلام الرياضي دايما ماشي ورا مقوله ان احنا ورا الفاشل، ورا الناجح حتى يفشل، وبندعم الفاشل. يعني انت ورا الاهلي، عايز الاهلي يفشل؟ لا، الاهلي مش هيفشل ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن انت خليك كده ورا الفاشل، وهتفضل فاشل، وهيفضل هو فاشل. وسبحان الله، سبحان الله، الاهلي بادارته، بلاعيبته، بروحه، بالفانيلا الحمراء، ببطولاته، هيفضل الاهلي طول عمره. لو قعدتوا 100 سنه عشان تجيبوا الاهلي، ممكن تجيبوه، بس في شرط واحد: لو الاهلي بطل كوره. نحترم نفسنا كلنا، ولازم رد على الهلال السوداني، لازم رد. مش الاهلي ولا لعيبته اللي تتهان كده ونسيب حقنا. يا كابتن خطيب لازم رد، يا اداره النادي الاهلي لازم رد. كفايه بقى ان احنا بنعمل دور ان احنا كبار، واحنا كبار افريقيا، وما ينفعش نغلط في حد. لا، ينفع نغلط في حد طالما حد غلط فينا، وكله بالادب وبالشكاوى، وناخد حقنا بالادب وبالقانون. يعني صعدوا الموضوع عشان الجمهور على اخره. اقسم بالله لما شفت شكل علي لطفي امبارح، يعني امبارح شفنا الفيديوهات كلنا، يعني بيتضرب كده، لا، منظر بشع.
من فضلكم خدوا حقنا يا إدارة الأهلي. شكرا.